معبد رضي الله عنها كانت عجوزا جلدة برزة تبرز للرجال وتحتمي بفناء الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها، كانت كريمة. فمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه من معه وهم مرملون مسنتون أي أصابتهم سنة، لكن عام جدب، عام قحط، عام جفاف، مروا بها والقوم مسنتون، هذاك العام عام جفاف. فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجلس عندها فسألوها طعاما، يعني لم يروا شيئا، لا طعاما ولا لبنا. قالت والله لو كان عندنا شيء لما أوعزكم القرى. تعرفون الحال هذه السنة، لو كان عندنا شيء لما أوعزكم القرى ما يقدم للضيف إكراما له. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في كسر الخيمة وجد فيها شاة، فقال عليه الصلاة والسلام ما شأن هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة أخرها الجهد عن الغنم، ضعيفة هزيلة. شفتوا الشاة الهزيلة الضعيفة جدا، أضعفها الجهد، أخرها الجهد عن الغنم، لم تستطع حتى أن تخرج مع الغنيمات حتى ترعى. ولذلك مما لا يجزئ في الأضاحي العجفاء التي لا تنقي، أي التي لا نقى لها، والنقى مخ والعظام، فلشدة هزالها كأن عظمها فرغ من المخ. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه أصحاب السنن، قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، في رواية ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أي التي لا نقى لها، والنقى ومخ العظام لشدة الهزال. قالت شاة أخرها الجهد عن الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم أتأذنين في حلبها؟ فقالت بأبي أنت وأمي ما فيها قطرة لبن. ماذا تعلم؟ أنا أقول لك شاة أخرها الجهد عن الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم أذني، يعني أنت وش قلقك يا سيدي؟ أذني. فأذنت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة، وأمسك صلوات الله وسلامه عليه بضرعها، ومسح على ذلك الضرع بتلك اليمين المحمدية. تلك اليمين لها ما لها من الأسرار والأنوار المعروفة بسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. تلك اليمين هي اليمين التي فاض منها الماء بغزوة من الغزوات، بغزوة الأحزاب، غزوة الخندق. أصاب الناس ما أصابهم من شدة العطش، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في إناء في ركوة ففاضت بالماء، فسقى الناس وارتووا وشربوا ببركة تلك اليمين التي ردت عين صحابي من الصحابة حين فقئت عينه، فردها صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه. تلك اليمين المحمدية التي لها ما لها من الأخبار والأسرار والأنوار، يمين معجزة وقعت فيها أو بها معجزات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، منها معجزة الماء الذي نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقد نص جمع من أهل العلم على أن ذلك الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أفضل من ماء زمزم. وذكر هذا السيوطي رحمه الله، قال لك زمزم خرج من الأرض، وخروج الماء من أرض معهود معروف، أما خروجه من بين اللحم والدم، خروجه من إنسان، هذا أظهر في الإعجاز، معجزة عجيبة كيف خرج الماء منه عليه الصلاة والسلام. قال السيوطي وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه زمزم فنهر الكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. مسألته فيها خلاف، فيها كلام كثير للعلم، وماء له مزية وله شرف. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بتلك اليمين ذلك الضرع الهزيل الضعيف الذي لا يبض بقطرة لبن، فامتلأ الضرع باللبن وحلبه النبي، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وحلب منه، فصب اللبن فيه صبا ثاجا حتى على اللبن البهاء في الحديث المقصود به الرغوة، جعلته الرغوة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وشربوا حتى ارتووا وشبعوا، وكان صلى الله عليه وسلم آخرهم شربا. ثم دعا بالإناء مرة أخرى أو بإناء آخر، فملأه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لأبي معبد، لم ينسه صلى الله عليه وسلم. أن هذه المرأة لا زوج فترك عندها إناء آخر. يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة: مروا على خيمة أم معبد وهي على طريقهم بمرصد، وعندها شاة أضر الجهد بها وما لها قوة تشتد، فمسح النبي منها الضرع فحلبت ما قد كفاهم مسعى،
وحلبت بعد إناء آخر ترك ذاك عندها وسافر صلى الله عليه وسلم.